إن شاء الله النهاردة هنعمل تمليح البصل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل منه 3 نكهات مختلفة. هنعمل منه العادي والحار وكمان المحبش بالجزر بدون إضافة خل، من غير ما ننقعه في مية مغلية. يقعد معاكي طول السنة بطعم وريحة وقرمشة غير عادية. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. طبعا البصل الأبيض هو شهر 4 ده الموسم بتاعه، بتنقي منه أصغر حاجة تنفع للتمليح. باخده بغسله كويس قوي تحت الحنفية من أي تراب عليه، وأجيب أي برطمان بضيفه كده بالشكل ده. هجيب مية عادية من الحنفية، هضيف عليها 3 معالق كبار هرميين من الملح، والملح اللي استخدمته هو الملح الخشن، بيبقى طعمه حلو قوي في التمليح. بقلبه كويس جدا، وأنزل كده على البصل وأتأكد إنه كله اتغطى بالمية. ممكن تضيفي أي غطا على الوش عشان تتأكدي إن المية كلها واصلة للبصل. هقفله كويس وهسيبه حوالي 15 يوم في المية بملح بالشكل ده. وبعد 15 يوم شايفين شكله، ببدأ إن أنا أفضي المية من عليه وهبدأ إن أنا أقشره. هاخد البصلة بقشرها كده من تحت. شايفين بقى البصلة القشرة بتطلع معايا بكل سهولة. وهشيل الجزء اللي فوق كده. أنا باحب أشيل الطبقة التانية اللي تحت القشرة برضه على طول، حابة تشيليها مش عايزة تشيليها ما تشيليهاش، بس يفضل إن أنتِ تشيليها. بالشكل دوّة هاخلّص معايا كل الكمية. وآدي كل الكمية، هاغسله تاني تحت الحنفية بمَيّة حلوة وهاسيبه ربع ساعة منقوع في المَيّة عشان ينزّل كل الملح بتاعه. هابدأ أجهّز برطمانات وهاعمل التتبيلة بتاعته. أول تتبيلة هاعملها أو أول نكهة هي العادية بورق اللورا. النوع التاني باجيب معلقة كبيرة من الهريسة الحارة، عليها معلقة صغيرة من الحبة السودا أو حبة البركة بالشكل ده، وهاقلبهم مع بعض. وده لو أنتِ حاباه spicy أو حراق. تالت نوع هاحبّشه بالجزر. هاجيب جزرتين كبار مبشورين، هاضيف عليها معلقة صغيرة من حبة البركة، وعليها معلقة من الهريسة الحارة، ممكن تضيفي فلفل حلو أو بابريكا حسب ما أنتِ عايزة، وهاقلّبها كده مع بعض. هابدأ أضيف في كل برطمان بالشكل ده. طبعًا البرطمانات مغسولة كويس جدًا ومتعقمة، واضغط كده عليها. وطبعًا اللي بيحبوا بقى spicy بيحبوا بالجزر، اللي بيحبوا عادي، طبعًا اللي بتحبوه اعملوه. عندي هنا 2 لتر من المَيّة المغلية طبعًا مبرداها، هاضيف عليها هي هنا 2 لتر يعني حوالي 8 كوبايات. 8 كوبايات يبقى عليهم 8 معالق من الملح، كل كوباية مَيّة بتاخد معلقة كبيرة من الملح، وعليهم معلقتين كبار من السكر. هاقلبهم كويس جدًا. وتاني مرحلة من التخليل، وهانزل كده في البرطمانات، بس حاولي ما تمليهاش للآخر علشان لسه مرحلة التخليل بتتفاعل والمخلل بيفور، فحاولي ما تملوش للآخر. وعلى الوش باضيف شوية من الزيت عشان أمنع أي هوا يدخل لأي برطمان، وكمان بيدي لمعة حلوة للمخلل. هجيب أي كيس بلاستيك عندك وأقفله كويس جدا كده، وهسيبه هنا حوالي 10 أيام في المحلول دوت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصلكوا كل جديد. سهل وبسيط، ما خدش مننا وقت خالص. وده اللي كان أمهاتنا بيعملوه، كناش بناكلوه سريع ولا حاجة، ويقعد معاكي سنة كاملة. شايفين بقى قوامه وريحته طبعا وطعمه أحسن بكتير من الجاهز، والشكل واضح. جربوه، واللي من دولت موجود في السوق. وبالهنا والشفا.